إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين الله سبحانه أن الغاية من خلقه للخلق هي عبادته وطاعته وتوحيده. ومن رحمته جل وعلا بالخلق أنه لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا يبينون لهم كيف يعبدون ربهم تبارك وتعالى. فإن من فضل الله على أهل الإيمان أن أرسل إليهم رسولا يأمرهم بطاعة الله وعبادته وحده لا شريك له، وينهاهم عن معصيته والشرك به، فهذا من أفضل نعم الله علينا عباد الله. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعث الله تعالى محمد بن عبد الله رسولا إلى الناس كافة على حين فترة من الرسل، حين اطلع الله على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، حيث استفحل الشرك والوثنية والظلم والجهل. فأرسل الله النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة العامة لكل الخليقة، عربها وعجمها، إنسها وجنها. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجعله جل وعلا خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قومة عظيمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي تنفيذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصبر على الأذى عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلينا هذا الدين غضا طريا. يا أمة الإسلام، كسرت رباعيته وشج رأسه يوم أحد، وأدميت قدماه حين رجع من الطائف، ووضع على رأسه سل الجزور وهو يصلي، وأخرج من بلده عليه الصلاة والسلام، وهو في كل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه صابر محتسب لله جل وعلا، حتى أتم الله تعالى به الدين، فهدانا به من الضلالة وبصرنا به بعد العمى، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وفتح به قلوبنا للإيمان وعقولنا للإسلام، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالله عليكم أيها المسلمون، كم لهذا الرسول علينا من فضل، وكم له علينا من حق.
ألا فاعلموا أن أعظم حق للنبي عليكم أن تؤمنوا به، لأن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان، فلا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله قد أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وبذلك يتحقق تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك عباد الله أمرنا الله تعالى في كتابه بالإيمان بهذا النبي الكريم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. يجب علينا أن نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتم لنا الإيمان. واعلموا رعاكم الله أن للإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام آثار من أعظمها أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة فوق محبتنا لأموالنا وأنفسنا، بل هوى أنفسنا عباد الله، لأنه عليه الصلاة والسلام أحسن إلى الخلق إحسانا عظيما، لا يأتي أحد بإحسان مثل إحسانه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان السبب في إنقاذهم من نار جهنم. أسأل الله جل وعلا أن ينجيني وإياكم منها. فهذا فضل عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نحبه لأجله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. ولما قال له الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، قال له: يا رسول الله، والله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. فقال له: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، وأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال له: الآن يا عمر. فلا عجب يا عباد الله أن يحب المؤمنون النبي عليه الصلاة والسلام محبة فوق محبتهم لأموالهم وأولادهم، ومحبة فوق محبتهم لأنفسهم. والله تعالى قد فطر الخلق على حب محمد عليه الصلاة والسلام حتى الجماد. فهذا جبل أحد لما صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، رجف بهم جبل أحد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخطب عليه، وكان يخطب على جذع، حن الجذع إلى رسول الله فالتمسه صلى الله عليه وسلم وضمه وهدأه كما يهدى الصبي الذي يبكي. كان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله، فما بال قلوبكم لا تحن إليه. هذه المحبة العظيمة التي ينبغي أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن اعلموا رحمكم الله أنه ينبغي أن تكون هذه المحبة محبة صادقة، لا دعوى تدعى. وما أكثر ما يدعى حب النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعوى لا بين عليها، وإنما لا بد من الابتلاء والامتحان والتمحيص. فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بين الله جل وعلا أن صدق حبنا له وللنبي عليه الصلاة والسلام يظهر في امتثال أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه، وأن نتأدب بأدبه، وأن نتخلق بخلقه، وأن ننصر سنته، وأن ندافع عنها. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن صدق المحبة عباد الله ومن لوازمها الاقتداء والتأسي بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الطريقة العملية الواضحة لهذا الدين الذي جاء به. ولأن رب العزة والجلال
سد كل باب يوصل إليه إلا ما جاء من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمرنا الله تعالى بطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بل إن الله تبارك وتعالى جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ورسول الهدى عليه الصلاة والسلام الذي ربى الصحابة رضوان الله عليهم رباهم على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وأنزلت عليك هذه الآية فلا نطيقها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء الفرج بعد ذلك نتيجة لسرعة الاستجابة لله ورسوله، فنسخت هذه الآية في الآيات الأخيرة من سورة البقرة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا رضوان الله عليهم أسرع الناس تأسيا بمحمد عليه الصلاة والسلام. من أمثلة ذلك عباد الله لما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كان أهل قباء يصلون إلى بيت المقدس ولما يبلغهم الخبر فجاء رجل فقال: إنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وإنه أمر باستقبال الكعبة، فاستداروا واستقبلوا الكعبة وهم في صلاتهم. سرعة عجيبة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي فيقول: كنت في بيت أبي طلحة أسقيهم الخمر فجاء رجل قال: أما بلغكم تحريم الخمر؟ إنه أنزل الله تحريمها. فقال أبو طلحة لأنس: انهض وأرق الخمر. فأرق الصحابة الخمر حتى جرت في المدينة استجابة لأمر الله ولأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تختم النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم ذهب فلما ألقاه ألقى الصحابة ما معهم من خواتم الذهب. وتقول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تعالى قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: رحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزلت هذه الآية شققن مروطهن فاختمرن بها. وفي غزوة خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكما عن لحوم الحمر الأهلية. قال الراوي: فأكفأ القدور وإنها لتغلي بلحم الحمر. سرعة واستجابة لله ورسوله كانت من صحابة رسول الله لعلمهم أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور فيه السعادة في الدنيا والآخرة. بل إن تعجبوا يا عباد الله زاد أمرهم حتى كانوا يغارون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رأوها تنتهك، وذلك تعظيما للسنة. قال عبد الله بن عمر يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها
فقال ابن له يقال له بلال: والله لنمنعهن. قال الراوي: فسبه عبد الله سبا شديدا ما سمعته سب مثله قط. قال: أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ وهذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والخذف ووضع حجر صغير على الإصبع ورميه. قال: إياكم والخذف فإنها تكسر السن وتفقأ العين ولا تنكئ عدوا. فقال: قام رجل من بنيه فخذف فنهى، ثم قام فخذف فنهى. قال: أحدثك عن رسول الله وتخالف أمره؟ والله لا كلمتك أبدا. الله أكبر عباد الله. سرعة عظيمة وغيرة عظيمة على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذى العظيم حتى وصلت إلينا غض وطري عباد الله. ثم صار أقوام من بني جلدتنا إذا سمعوا السنة أعرضوا عنها، بل الأدهى والأمر صاروا يستهزئون بها. ويا ما سمعنا عباد الله بالاستهزاء بالحجاب والجلباب، والاستهزاء باللحية، والاستهزاء بالسواك، وكلها سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولئك القوم لا خير فيهم عباد الله، رأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها. قال رسول الله، حدث رسول الله، فعل رسول الله، أقر رسول الله، ثم لا تحدثهم أنفسهم بالاقتداء بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإذا رأيت أفعالهم وأقوالهم رأيتها خلاف الهدي المبارك، بل الأدهى والأمر أن ترى هديهم على هدي من حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، من الكفرة من اليهود والنصارى، والله المستعان. أما المسلمون حق عباد الله فهم الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوه وجعلوه هو قدوتهم، لا خير إلا في اتباعه عليه الصلاة والسلام. تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي زكاته وفي معاملاته. تأسوا به في أكله وشربه ونومه ويقظته وفي كل تصرفاته. جعلوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بين أعينهم دائما وأبدا. أولئك هم المفلحون، لهم السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان يرجو الله واليوم الآخر فليحرص على التأسي والاقتداء بمحمد عليه الصلاة والسلام، وليحرص على طاعته، وليحذر كل الحذر من مخالفة أمره، فإن ربكم تبارك وتعالى حذركم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. من أراد السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أراد نيل جنات رب العالمين، فعليه بطاعة المصطفى والتأسي به عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فاتقوا الله يا عباد الله،
واقتدوا وتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما دمتم في دار المهل ودار العمل، قبل أن يفجعكم الأجل، قبل أن يندم الإنسان في وقت لا ينفع فيه الندم، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ابن آدم مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهب والمؤمنون في دار الخلد سكانا. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من سكان دار الخلد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين والمتأسين بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا الثبات على ذلك حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.